السلام عليكم يا أجدع ناس. يا رب تكونوا بخير في الحر ده. النهاردة وأنا ببحث لقيت 3 موبايلات أجدع من بعض، من أقوى الموبايلات في السوق المصري، وهنشوف مين الأحسن من التاني. هنتكلم عن مواصفات كل موبايل بطريقة مبسطة زي كل مرة، ومين الأفضل بالنسبة لك، وتختار إيه ما بينهم. فقلت يلا نضرب 3 عصافير بحجر واحد. خلينا نشوف مين أقوى صفقة فلاجشيب كيلر لحد دلوقتي، الريلمي جي تي 7 ولا الأونر 400 برو ولا سامسونج. يلا نبدأ المقارنة. ريلمي جي تي 7 في الأول، عامل نسخة دريم اديشن. ظهره مصنوع من مادة اسمها جرافين، وبيه كأنها غرفة تبريد كاملة علشان الموبايل ما يسخنش. الملمس ممكن تحسه شبه البلاستيك شوية، لكن شكله ملفت، خصوصا النسخة الخضراء اللي فيها خطوط كده رياضية ستايل فورمولا 1. النسخة العادية من ريلمي شكلها أهدى ومش ملفت زي الدريم. بعد كده اونر 400 برو، ظهره زجاج وفريم بلاستيك. الشاشة والظهر فيهم انحناء بسيط يخلي شكله ناعم كده في الإيد. سامسونج S24 FE، نيجي بقى هنا بقى تحس فعلا إنه أفخم واحد. ظهر زجاج وفريم معدني، إحساس بريميوم أكتر من الاتنين التانيين. نيجي بقى للحجم والوزن. ريلمي أكبرهم، أونر أصغرهم، كلهم تقريبا في حدود 200 جرام. الحماية ضد المية والتراب، ريلمي وأونر واخدين شهادة IP 68 وكمان 69، يعني متحملين ظروف أصعب شوية. سامسونج معاه IP 68 بس. إيه الخلاصة البسيطة؟ لو عايز شكل ملفت وغريب شوية ريلمي، لو عايز موبايل أنيق وانسيابي أونر، لو عايز خامات فخمة وأحسن إحساس بريميوم سامسونج هو الفايز. الشاشة لكل واحد فيهم. ريلمي جي تي 7 شاشة كبيرة 6.78 بوصة، نوعها متطور جدا LTP OLED، دقتها عالية 1.5K، مسطحة مفيش انحناءات مزعجة، فتحة الكاميرا الأمامية صغيرة جدا ومش باينة. اونر 400 برو برضه 6.7 بوصة، نوع أموليد عادي، لكن برضه دقته 1.5K، منحنية من كل الأطراف، شكلها أنيق لكن ممكن تبقى مش مريحة للبعض. سامسونج S24 FE 6.7 بوصة، دايناميك أموليد 2، دقتها أقل FHD بلس، ألوانها أجمل بس الحواف سميكة شوية. بالنسبة لراحة العين الفليكرينج اونر أعلى رقم 3840 هرتز، أريح للعين في الأضاءة القليلة. ريلمي 2160 كويس برضو. سامسونج أقل واحد. نيجي بقى للسطوع. اونر يوصل 5000، ريلمي يوصل 6000، سامسونج 1900. المعالج، ريلمي جي تي 7 أول موبايل فيه أقوى معالج بينهم، دايمنسيتي 9400، سريع جدا وما بيسخنش بسهولة. اونر 400 برو تاني موبايل معانا، معالج سناب دراجون جين 3، أداؤه برضه قوي جدا وبيحافظ على ثبات الأداء وقت اللعب الطويل. سامسونج S24 FE تالت موبايل معانا، معالج إكسينيوس 2400، أضعف واحد وسطهم بيسخن أكتر، وكمان في لعبة بابجي بيقف عند 90 فريم بس مش 120. نيجي بقى للبطارية وقوتها والشحن. ريلمي 7000 ملي أمبير زائد شحن 120 واط في 30 دقيقة، أقوى بطارية. اونر 6000 ملي أمبير زائد شحن 100 واط من 40 ل 45 دقيقة زائد شحن لاسلكي 50 واط. سامسونج 4700 ملي أمبير زائد شحن 25 واط في ساعة وربع تقريبا زائد شحن لاسلكي 15 واط. الفايز في البطارية هي ريلمي، لكن لو مهم عندك الشحن اللاسلكي الأونر هو المتوازن. طب أسعار كل واحد فيهم؟ سامسونج S24 FE نسخة 256 جيجا بلس 8 رام ب 33500 جنيه، نسخة 512 جيجا بلس 8 رام ب 36500 جنيه. اونر 400 برو نسخة 512 جيجا بلس 12 رام ب 34700 جنيه. ريلمي جي تي 7 نسخة 512 جيجا بلس 12 رام ب 39000 جنيه، نسخة دولية يعني من غير ضمان محلي. وهنا كانت نهاية مراجعتنا. اكتبوا لي في الكومنتات أنهي موبايل شايفينه أفضل فلاجشيب كيلر لحد دلوقتي. استنوني في مراجعة جديدة، ما تنسوش اللايك الجميل والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم حمدي خليفة، ضربة مفك. سلام.